السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في الله، مفيش شك طبعا ان في طرق كتير لتعلم تكنولوجيا المعلومات، ولكن انا عندي لكم طريقة شرح سهلة جدا ومبسطة جدا. اخواتي في الله، في الفيديو ده انا هشرح لكم كيفية تحديث تعريفات الويندوز بمنتهى السهولة والسرعة. ولكن يا ريت تتابع معانا الفيديو للنهاية، ما تنساش بدعم وشير واشتراك ولايك للفيديو. يلا بينا عشان ما نطولش في الموضوع، يلا بينا. طبعا اسهل طرق عشان خاطر اثبت واحمل وكذلك احدث التعريفات من خلال استخدام أداة تحديث الويندوز اللي هي الويندوز ابديت. تمام؟ طيب، بس انت طبعا اكيد بتحتاج انترنت عشان خاطر انا اخش على الويندوز ابديت. فاول حاجه بعملها بضغط بزر الماوس الايمن على مانج اللي هي اداره. بضغط بزر الماوس الايمن على ذيس بي سي، بعد كده بدخل على مانج، بعد كده بخش على ديفايس مانجر اللي هي مدير الاجهزه، اللي هو بيدير الاجهزه المرتبطه بنظام الكمبيوتر واللي بيربطهم ببعض نظام تشغيل ويندوز. بعد كده بضغط بزر الماوس الايمن على اي تعريف بختاره. مش شرط يكون تعريف عليه علامه التعجب دي، ممكن اختار اي تعريف تاني حتى لو تعريف متعرف بالفعل او برنامج تشغيل متعرف بالفعل. بختار ابديت درايفر اللي هو تحديث التعريف. بيقول لي سيرش اوتوماتيكلي فور درايفرز، يعني يبحث تلقائيا عن الايه، عن التعريفات دي داخل الجهاز، داخل اللوكال ماشين، داخل الكمبيوتر بتاعك، وهو هيثبتها لك بشكل مباشر. طيب انا مش عايز الخيار ده، الاوبشن ده. انا عايز اجيب احدث تعريف او احدث برنامج تشغيل من خلال الويندوز ابديت. تمام؟ فبالتالي بضغط على تشيك فور ابديتس، وبعد كده بستنى شويه ان هو يبتدي يحمل ويبحث لي عن الابديتس او التحديثات لبرامج التشغيل او التعريفات. بنتظر قليلا لمده يعني مثلا من 30 ثانيه ل 20 ثانيه اهو. جاب معايا على طول الايه، البرامج التشغيل او التعريفات للاجهزه، زي مثلا جهاز ديسبلاي ادابتور او جهاز كارت الشاشه. في برضه تعريف تاني بينزله، واي تعريف مش متعرف داخل جهاز الكمبيوتر طبعا هو هيعرفه لي من خلال اداه الويندوز ابديت. ماشي، شكرا يا شباب، اشوفكم ان شاء الله في نوع جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.